عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. هعمل بقى معاكم كده سلسلة فيديوهات للكب كيك بكذا طريقة، يعني هعمل كل طريقة في فيديو، وهعمل معاكم كل انواع الكب كيك. بس انتم شجعوني بلايك للفيديو ده، وشجعوني بكومنت حلو، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. عايزين نوصل ل5000 مشترك عشان خاطر هنعمل مسابقة. هقول لكم على شروط المسابقة في اخر الفيديو. هبدأ بقى في طريقة الكب كيك. أنا معايا هنا كده بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ولو في التلاجة طلعها قبلها بشوية. وبعد كده حطيت عليها رشة من الفانيليا أو كيسين من الفانيليا. وبعد كده حطيت عليهم 150 جرام من السكر، يعني حوالي كوباية ونص من السكر. وبعد كده هضرب كويس كويس جدا لحد ما لون الصفار البيض والسكر كده يبقى يفتح، ياخد لون فاتح كده، عشان خاطر الكب كيك ما يبقاش غامق. يعني عموما يعني هنحط فيه شوكولاتة فيبقى غامق شوية، بس يعني الأحسن ان هو يبقى لونه فاتح. بعد كده ما ضربتهم كويس جدا، زي ما انتم شايفين كده اللون بقى فاتح ازاي. حطيت عليهم بالظبط كده 80 جرام من الزيت، يعني حوالي نص كوباية. وبعد كده قلبتهم كويس جدا، وبعد كده حطيت عليهم 180 جرام من اللبن، وقلبتهم كويس جدا، يعني حوالي كوباية ونص برضو، او اكتر من كوباية ونص بشوية. وبعد كده حطيت عليهم 240 جرام او 250 جرام من الدقيق، يعني حوالي كوبايتين ونص او 3 كوبايات، اللي معلقتين كده، اللي حاجات بسيطة يعني. وبعد كده قلبتهم كويس لحد ما الدقيق عفوا يدوب في قلب الخليط، او يمتزج معاه. طبعا انا كنت حاطه على الدقيق رشة ملح صغيرة، بس هي ما اتصورتش، يعني رشة ملح صغيرة كده لا تذكر، ما أقل من طرطفة المعلقة كده. وبعد كده حطيت عليهم كيس أو كيس ونص من البيكنج باودر، طبعا متوفر عندك عادي. وبعد كده قلبت الخليط كله كويس جدا 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 لحد ما يمتزج كله مع بعضه، يبقى خليط سائل واحد كده زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة. وبعد كده قسمت الخليط على جزئين، قسمتهم يعني في طبقين او في بولتين زي ما تحب. طبعا انا خدت النص التاني، حطيت عليه كوباية من الكاكاو الخام. كوباية مش كتير، يعني اقل من كوباية، نص كوباية تقريبا، عشان خاطر ابقى دقيقة معاكم. نص كوباية يعني حوالي 50 جرام. وبعد كده حطيت عليها كوباية من اللبن، حوالي 80 جرام، مش كتير برضو. بعد كده قلبتهم كويس جدا جدا لحد ما الكاكاو يمتزج برضو، ويبقى خليط سائل كده، هو مش تقيل، ما ينفعش يبقى تقيل عشان ما يبقاش مكتوم. طبعا كده انا كنت مجهزه صينيه الكب كيك، وحطيت فيها الورق بتاع الكب كيك، وبدات بالمعلقه انزل الخليط بتاعنا الاول، اللي هو الابيض، اللي هو الجزء الاول من خليط الكب كيك. بدات ان انا انزله بالمعلقه كده واحده واحده. طبعا لو في اي حاجه وقعت منكم او اتدلدلت منكم زي ما حصل كده، عادي بمنديل مبلول، بمنديل مبلول. هنمسح عادي وهنعالج الموضوع اهو، زي ما انتم شايفين كده عالجنا الموضوع خلاص. وبعد كده جبت الخليط التاني اللي هو كان معمول بالكاكاو، وبرضو نزلت عليه بالمعلقه، كل واحده في كل ورقه معلقه واحده. طبعا عايزه اقول لكم ان الخليط جه على قد الكب كيك بالظبط، ما فاتش منه اي حاجه، وكان طعمه في منتهى الجمال، وكان طري جدا، وكان هش، وما كانش فيه ولا غلطة. طبعا جبت عصاية شيش طاووق كده، وبدأت ان انا اقلبها شوية، مش شوية، ما تقلبهاش كتير يعني يا جماعة، هي 2 كده بس وخلاص. تقليبتين كده وخلاص. وبعد كده دخلتها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. هي خدت لها بالظبط في الفرن حوالي من 35 ل40 دقيقة، ما خدتش كتير. وبعد ما خرجتها من الفرن سبتها تهدى شوية، وبعد كده بدأت ان انا اوسع كده من النص بعصاية الشيش طاووق برضو. هي طبعا كانت ما تحاولوش تعملوها كده وهي سخنة، عشان خاطر ما تتعجنش وتتفروت منكم.
وبعد كده حطيت في كيس حلواني شوكولاتة سبريد، وبدأت ان انا احطها كده في النص من مكان ما انا وسعت بعصاية الشيش طاووق. وبعد كده رصيتهم في قلب طبق. والتزيين بقى حسب الرغبة، ممكن تحطه تزينه بشوكولاتة، ممكن تزينه بسكر بودرة، ممكن تزينه زي ما انا زينت كده بالجوز الهند. انا حطيت كده شوية من جوز الهند على الوش. كانت طعمها رهيب يا جماعة، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. شايفين الجمال؟ يعني حاجة كده كل اللي كل منها انبهر بيها، يعني طعمها تحفة وما خدتش اي وقت خالص، كانت بالظبط ساعة الا ربع وكانت جاهزة. بتحضيرها بكل حاجة، ما خدتش وقت خالص في ايدي. اتعملت بسرعة وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي مكونات كتير، يعني كلها مكونات في البيت تقريبا. جربوها كده وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. يا جماعة المسابقة اللي احنا عاملينها هنعملها أول ما نوصل ل5000 سبسكرايب، يعني 5000 مشترك، وانتوا اللي هتقولوا على الشروط بتاعتها، وانتوا اللي هتقولوا على الجايزة، انتوا اللي هتحددوا الجايزة. اكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين الجايزة تبقى ايه. الشروط بتاعتها بسيطة جدا، انكم تشتركوا في